مفيش شك ان احمد عبد القادر واحد من اللعيبه المميزين جدا جدا اللي موجودين في الدوري المصري على مستوى الاجنحه. ليه؟ لان احمد عبد القادر من اللعيبه النوادر اللي عندها الشخصيه وعندها الجرأة في اتخاذ القرارات اثناء المواقف اللي بيقع فيها من خلال الماتشات. وخلي بالكو ده سبب من ضمن الاسباب المهمه جدا جدا اللي بتخلي دايما وباستمرار مارسيل كولر بيعتمد عليه اطول فتره واطول وقت ممكن في الملعب، حتى لو هو مش في افضل حالاته. ده بجانب الامكانيات والمميزات اللي كلنا عارفينها زي السرعه والقوه والمهاره والريتم بتاعه السريع، وان هو بيعرف يشتغل في المواقف الصعبه وتحديدا واحد على واحد. لكن لما تيجي تبص وتحط احمد عبد القادر في مقارنه كده شويه مع حسين الشحات، هتلاقي ان احمد عبد القادر مقصر في حق نفسه، لان هو عنده امكانيات ممكن تخليه ان هو يقدم مستويات ويقدم اداء افضل من كده بكتير، ويتحط في مكانه احسن من كده 100 مليون مره. ما يبقاش ادواره محصوره فقط لا غير على اللعب الفردي، وما تبقاش ادواره في الملعب محصوره ايضا فقط لا غير على